يبقى الوعي هيبقى انه الناس تبقى مدركه انه في بروتين في اكل تاني كتير مش بالضروره يكون مكلف، وبيبقى طعمه حلو جدا وسعره مش غالي، زي البقوليات والحبوب والخضار مثلا. انا لقيت في تشابه بين فكري انا الشخصي عن التغذيه مع حمله طعم كنور بيحلي بكره، وهي الربط بين اهميه الطعم خاصه للاطفال، وفي نفس الوقت وجود القيم والمعلومات الغذائيه المتكامله اللي تساعدهم وتساعد اسرهم يتغلبوا عن كل التحديات الصحيه اللي للاسف بقت منتشره، من امراض مزمنه ونقص حديد وتقزم وغيرها من التحديات. انا بالنسبه لي النجاح، وده حصل فعلا مع بنتي من شهرين، هي في المدرسه اتعلمت اللي بيسموه الفود بيراميد، وانه الطبق المفروض يتقسم ازاي، وازاي البني ادم يبقى بيحافظ على صحته. فبقت عامله لي زي المفتش، لما تلاقيني باكل مثلا مره مش حاطه سلطه او مش حاطه حاجه خضراء بتهزقني، تبصي لي تقول لي ايه ده؟ انت ليه طبقك فيه كربوهيدرات وفيه بروتين بس ليه ما فيش حاجه خضراء؟ فين الحاجه الخضراء بتاع انت بتقولي لي انا وانت كده؟ فانا بالنسبه لي اتمنى انه يعني لو ده حصل مع الاولاد اللي الحمله توصل لهم الرساله دي، ده بالنسبه لي هيبقى هو ده النجاح، انه الاجيال الصغيره تبقى عندها الوعي ده عشان تقدر تعلمه لاولادها بعدين.